2022 2021 طلبنا. مع الاسف في ذاك الوقت الطيارات ما كانوش هما بروحهم، كانوا في حرائق في اسبانيا، ايطاليا، اليونان، فرنسا، البحر الابيض المتوسط. سيزيدوا طلبوا عليها. احنا ما بين الامور اللي استخلصناها، الدروس اللي استخلصناها اليوم، رغم الحجم اللي تقوى نتاع الحرائق، ولكن احنا تصدينا لهذا الحريق ب 24 طائره ومروحيه. بينما في 2021 لما كانت سنة شحال تصديت؟ شحال اللي خديناها مع الغالب ذاك الوقت كان شحال صديت من طائرة؟ الابيض المتوسط. سيزيدوا طلبوا عليها. احنا ما بين الامور اللي استخلصناها، الدروس اللي استخلصناها اليوم، رغم الحجم اللي تقوى نتاع الحرائق، ولكن احنا تصدينا لهذا الحريق ب 24 طائره ومروحيه. بينما في 2021 اسمعوا هذا رقم 24، بعد سمعوا رقم اخر. الاجراءات اللي خديناها مع الغالب ذاك الوقت كان عمل اجرامي. اغلب منطقه تيزي وزو هذه كان عمل اجرامي. كان عندنا مروحيتين، اليوم عندنا 12 مروحيه. كان عمل اجرامي في 2021. ذاك نعاودوا نرجعوا للارقام تاع واش عنده من مروحيات وطائرات. كان عمل اجرامي في 2021. بالمناسبه انا ذاك خرج عده مرات في خطابات، في لقاء الصحافه المذلولين فيه، وقال لك رانا نديروا في التحقيقات وسنخرج وسنقول للشعب الجزائري هؤلاء اللي قاموا بالتحقيقات. وراء التحقيقات اين هي هذه التحقيقات؟ أين هو تحقيقات ما حدث في 2021، في حرائق 2021، في مقتل جمال بن اسماعيل؟ ما فيش تحقيقات. كل ما هناك أنهم اعتقلوا بعض الناس، بعضهم بالفعل شارك في جريمة جمال بن اسماعيل، لكن والناس الجزائريين كلهم عرفوا يومها أن جمال بن اسماعيل قتلته المخابرات الإرهابية، وبعدين أرسلته للرعاع اللي بعضهم حرقوه وقطعوه إلى آخره. لكن الفاعل الحقيقي هي المخابرات الإرهابية، وأنا هذا موضوع تكلمت عليه كثير من المرات وجبنا الأدلة وتحدثنا عليها لسنوات، وهو أن جبار مهنا، الجنرال جبار مهنا اللي كان في السجن في 2019 وأطلق سراحه في صيف في مثل هذه الأيام في 2020، كان يجب أن يثبت للمافيا العسكرية أنه ابن النظام وابن العصابة، فأقدم على حرق منطقة القبائل اللي هو من قلبها، وهو من الأربعة نثيراث، وفي الأربعة نثيراث اللي قتل جمال بن اسماعيل وحدثت حرائق رهيبة. لكن وراك تبون أين هو التقارير اللي قلتوا راح تخرجوها، تقارير التحقيقات؟ لا شيء. قالنا فقط أنها كانت عملية إجرامية. كان المفروض لو كان عندك الشجاعة تقول باللي قام بها جبار مهنا والمخابرات الإرهابية، لكنك المخابرات الإرهابية هي اللي جابتك، الجنرالات هم اللي جابوك، فأنت لا تستطيع أن تقول ذلك ولن تقولها أبدا. خلينا نرجعوا ضنك للأرقام. سمعتوه كان قال باللي عندنا 24 طيارة. ومروحية. بينما في 2021 لما كانت الإجراءات اللي خديناها مع الغالب ذاك الوقت كان عمل إجرامي. أغلب منطقة تيزي وزو هذه كان عمل إجرامي. كان عندنا مروحيتين، اليوم عندنا 12 مروحية ما بين الجيش والحماية المدنية. الحماية المدنية أصبح عندها الطائرات تاعها، تصيلي عندها 6 طائرات يطفى. عندنا 12 تاع الحجم الصغير. و 2020 طلبت من وزارة الدفاع باش تشري طائرات أخرى. اليوم رانا الطائرات اللي يطفى النار ما هيش موجودة، كون جات موجودة ولو نخليها أنايا لأن ممكن نساعدوا بها دول أخرى. إيش ما فهمتوا؟ ولكن أنا الروح نتاع المواطن تسوى أكثر من 80 مليون. في هذه الدقيقة كاملة كاش ما فهمتوا ولا شيء. خلينا نعاود نسمعوها كاش ما نفهموا.
de demander l'aide de pays partenaires, par exemple, Monsieur le Président? احنا طلبنا أنا 2022 2021 طلبنا. مع الأسف ذاك الوقت الطيارات ما كانوش هم بروحهم كانوا في حرائق في إسبانيا إيطاليا اليونان فرنسا البحر الأبيض المتوسط. سيزيدوا يطالبوا عليها. احنا ما بين الأمور اللي استخلصناها الدروس اللي استخلصناها اليوم رغم الحجم اللي تقوى نتاع الحرائق، ولكن احنا تصدينا لهذا الحريق ب 24 طائرة ومروحية، بينما في 2021 لما كانت الإجراءات اللي خديناها مع الغالب ذاك الوقت كان عمل إجرامي، أغلب منطقة تيزي وزو هذه كان عمل إجرامي. كان عندنا مروحيتين، اليوم عندنا 12 مروحية ما بين الجيش والحماية المدنية. الحماية المدنية أصبح عندها الطائرات تاعها، تصيلي عندها 6 طائرات يدفع عندنا 12 أنتو تاع الحجم الصغير. و 2020 طلبت من وزارة الدفاع باش تشري طائرات أخرى. اليوم رانا الطائرات اللي يدفع النار ما هيش موجودة، كون جات موجودة ولو نخليها أنايا لأن ممكن نساعدوا بها دول أخرى ممكن، ولكن أنا الروح نتاع المواطن تسوى أكثر من 80 مليون دولار. ما كانش. وزارة الدفاع راه توجهت للولايات المتحدة، نتمنوا باش لي 630 هادو 600 ترانسفورمي en Canadair en avion à transporter de l'eau et à éteindre les incendies. نشروا 3 4 اللي شريناه. بالنسبة لإسبانيا كذلك عندهم طائرات ممكن نزيدوا نشروا عليهم، لكن ما هيش موجودة في اليوم. الحمد لله عندنا الطائرات الضخمة هذيك تاع 12000 حتى 14000 لتر راهم عندنا يسير فيهم الجيش، وعندنا الآخرين عندنا اون توي بور تو 14 افيون بلوس لي زيليكوبتر. كاش ما فهمتوا خلبطة خليط ما تفهم والو. عندنا ما عندناش، شرينا ما شريناش، راح نشرو من عند اسبانيا، طلبناهم في 21 ما كانوش عندنا، اليوم راه عندنا بصح عندنا 6 تاع التصيلي وعندنا 12 ما عندناش اللي يطفوا النار بصح عندنا لي هليكوبترز. كاش ما فهمتوا. وبداها بلي عندنا 24 طيارة. أولا طائرات الهليكوبترز هذون يرفدوا دلو هذا في أفضل الحالات فيه 1000 لتر، في أفضل الحالات 1500 لتر، ولا معنى له ولا قيمة له، اللهم إلا إذا كان حريق صغير. ثانيا طائرات تصيلي ماهيش مخدومة لحرائق الغابات، مخدومة وتصيلي هذه طائرات تابعة شركة تابعة لسوناتراك، وهي أساسا لمحاربة النيران اللي في آبار بترولية أو غازية، وهي تختلف اختلافا كاملا عن النيران اللي قد تكون في مئات الهكتارات أو آلاف الهكتارات. إذن طائرات تصيلي هذه لمكان في ربما 500 متر مربع، 1000 متر مربع، 5000 متر مربع، 10000 متر مربع، هكتار واحد، يعني 10000 متر مربع هي هكتار واحد. والناس شافوا الحرائق، والناس حرقت بيوتهم وحرقت حيواناتهم وماتوا هم، حتى خرج سعيد سعيد قال لك توفوا لنا 6 الحمد لله. المؤمن يحمد ربي على كل حال، لكن هو طبعا كان فرحان وكان 6 ما همش بشر يعني. ودمار هائل وتخريب هائل في حياة الجزائريين، والحمد لله أنها ما هيش حرائق إسبانيا ولا فرنسا ولا البرتغال ولا إيطاليا، يعني جات حرائق خفيفة، وأصلا احنا ما عندناش الكثافة الغابية اللي هي موجودة في أوروبا. لكن هل فهمتوا شيء من واش كان يقولوا شحال عندنا طائرات؟ مع ذلك خرج ما يسمى بوزير الداخلية الفاجر سعيود، وأنا عندما أقول الفاجر لا أقولها هكذا يعني بلا ما نفكر فيها، أنا أزن كلماتي، فاجر بكل ما تعنيه الكلمة، في لسان وفي سلوك وفي كل شيء. فخرج قال عندنا 18 طائرة
هي مش صح، لكن تبون نبدا الحديث مع اللي عندنا 24 طائرة. يقول برك أي رقم أي حاجة يقول برك. ومش قلتوا لنا أنكم شريتوا 6 طائرات من عند الروس في 2021 2022 وما زال الناس تستطيع أن ترجع، ووزارة الدفاع تطلب 6 طائرات بيريف 200. هذه نوعية، هذا الاسم نتاع نوعية الطائرات الروسية. أين هي هذه الطائرات؟ ما كانش. في حديث واحد آخر في هذا الموضوع يقول راح نشروا طائرات من عند أمريكا الآن، رايحين نشروا من 2021 وهم يقولوا رايحين. هو أصلا علاش قبل 2021 ما كانش عندنا؟ لأن ما كانش الحرايق، ولا ما كانش الصيف، ولا ما كانش النيران، أم ماذا؟ لأن حتى في 2021 كان تبون عنده عام ونص من اللي وصل، باش ما نقولوا بالك ماهوش مسؤول على فترة بوتفليقة. J'aimerais vous faire réagir rapidement, si vous permettez, justement, puisqu'on parle des incendies, sur un autre drame qui a touché notre pays et qui l'a endeuillé, l'incendie qui a touché notamment l'établissement de l'enfance assistée de Mohamedia, et qui a fait 11 victimes, dont 10 enfants. Vous avez ordonné l'accompagnement médical, mais aussi psychologique des rescapés. La question aujourd'hui est peut-être comment restaurer la confiance avec les familles, avec les citoyens après cette tragédie. D'abord, c'est restaurer la confiance avec ces jeunes gens et ces jeunes filles. C'est pénible. Très, 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 très pénible. باش ترجم لكم على السريع، أنا هذه الصحفية تاع كنار الجيري تطرح له السؤال، تقول له فيما يخص بأيتام المحمدية والكارثة اللي وقعت هناك إلى آخره إلى آخره، وكيفاش راح يتعاملوا معاها راح يرد. اسمعوا والرد أيضا. J'aimerais vous faire réagir rapidement, si vous permettez, justement. Très, très, très pénible. Je me suis engagé à prendre en charge une fille qui est un peu défigurée par l'incendie. C'est pas bon pour elle. Inch'Allah Takbar Hadia, je me suis engagé sur des soins autres que des soins médicaux. Inch'Allah, et je tiendrai parole. باقي دروك تكون لنا درس باش تكون درس في المستقبل. J'ai ordonné une enquête au service sécurité, une enquête très approfondie sur pourquoi c'est arrivé et pourquoi c'est arrivé à ce niveau-là. Quelles sont les responsabilités من البواب حتى لأعلى مستوى. Les défaillances se payent. Mais l'enquête راها ماشية. كما لي زونكيت الاخرين. تطرح له هنا الصحفيه، اذا قال لها انا راني خذيت تكفلت بطفله لانها تشوهت بالحريق، راني تكفلت بها شخصيا. هما بالمناسبه اللي اصيبوا في الحريق على الاقل، هذا هم واش قالوا، وبعضهم يعني تحرقوا وتشوهوا بشكل رهيب. هما اللي اصيبوا كلهم 19، والاخبار تقول على الاقل 11 كان تشوهاتهم كبيرة، إضافة إلى 11 اللي ماتوا. هو تكفل شخصيا بواحدة باش يجري لها عمليات تجميل، قال خارج لي سوان ميديكو، رايح معناها يقصد عملية تجميل. جميل، لكن الناس ما يطلبوش منك أنك تتكفل شخصيا. أولا تقولوا شخصيا، ما كانش شخصيا لأنه هو مال الشعب، هو الخزينة كلها راهو في جيوبكم. يعني الناس يريدون حلول حقيقية، مش تكفل بشخص، ببنت أو بطفل، أو حلول حقيقية للحرائق واللي راهم يتشوهوا بها ناس وتضيع حياتهم، وكان اللي يوصلوا مساكن أنهم يعيشون مآسي حقيقية هما وعائلاتهم. لحد الآن عندنا مستشفى واحد اللي هو بمعنى أنه مستشفى حرائق نتاع الحرائق، اللي أعتقد أنه موجود في تيبازا أو في زيرالدا. مستشفى واحد حقيقي يعني
متخصص. طيب والناس اللي راهي تحرق في ورقلة وفي تمراست وفي أضرار وفي بشار وفي عين صالح، تعرفوا بلي الأغلبية لما يجوا، حتى لما يديروا لهم ايفاكياسيون كما يقال، لما يجوا يحولوهم للعاصمة، كثير منهم يموتوا في الطريق، واللي يوصل منهم يعالجوهم أي معالجة، لأن المستشفى عليه اكتظاظ رهيب، والإصابة بالحروق، الحرائق مش فقط حرائق الغابات أو حريق مثل هذا نتاع مبنى والناس عرفاته، كل الناس راهي الحرائق في البيوت، الحرائق في الشركات، الحرائق في أماكن كثيرة جدا، وهذا طبيعي، عمل بشري، تحدث هذه الأشياء. المفروض أنه على الأقل، إذا ما قلناش في كل ولاية، يكون فيه مستشفى متخصص للناس اللي يصابوا بالحريق. في كل 3-4 ولايات يكون كاين مستشفى، المفروض. لكن أموال الشعب تنهب، والشعب يدفع أثمان باهظة، ويخرج لك تبون يقول لك راح نتكفل أنا ببنت بشكل شخصي، وبعدين يتكلم قال لك راح نديروا انكيت، راح نديروا تحقيق، ومن البواب اللي أكبر مسؤول راح نسألوه، كما المسؤوليات السابقة، كما طائرة بوفاريك اللي قتل فيها أكثر من 250 جزائري، أغلبية عظمى عسكر، كما الطائرات اللي سقطت، كما الحرائق التي حدثت، كما انفجارات الغاز، كما درتوا تحقيقات وخرجت تحقيقات، كما حرائق 21 وحرائق 22 وحرائق 24، درتوا تحقيقات وخرجت وكشفتوها للناس وشافوها الناس. يكذب أكثر ما يتنفس، ولذلك سموه الناس كذبون، من شدة الكذب كذبون.